أوقات كتير كنا بنفكر إن الحياة أبسط من كده بكتير، وكنا بنشوف الدنيا بلون واحد يا أبيض يا أسود. لكن بعد ما كبرت فهمت إن الدنيا درجات، رمادي، وإن مش كل حاجة ينفع تتحكم فيها أو تتفهم من أول نظرة. أنا سارة، ودي حلقة جديدة من بودكاست قعدة مصطبة، البودكاست اللي بنتكلم فيه بصدق عن اللي جوانا والتجارب اللي بنتعلم منها. هقولك النهاردة حكايات حرفيا من القلب كده، حكايات اكتشفتها بعد ما كبرت، وهسيب لك في كل نقطة فرصة تسأل نفسك نفس السؤال: هل أنا كمان فهمت ده؟ يلا بينا نبدأ الحلقة. أول حاجة فهمتها بعد ما كبرت إن الأمان مش دايما في الناس، وإن مش كل اللي بتحبهم هيحضنوك وقت الوجع. في ناس كتير كانوا حواليك وانت صغير وكنت متأكد إنهم هيفضلوا، بس لما كبرت اختفوا، والمفاجأة اكتشفت إنك كملت من غيرهم وإنك قوية كفاية. بعد كده فهمت إن مش كل حاجة لازم أعملها علشان أرضي الناس. كنت زمان لما حد بيزعل ألوم نفسي فورا، بس دلوقتي فهمت إن أرضي الناس كلها مستحيل، وإن التنازل المستمر بيكسر الإنسان مش بيخليه محبوب أكتر ولا حاجة، وإن المحبة الحقيقية مش شرطها إنك تلغي نفسك علشان تعجب. وطبعًا إحنا بنشوف الحاجات دي كتيرة أوي، أوي في كل مراحل حياتنا. تلاقي الشخص بيلغي نفسه وبيلغي وجوده عشان خاطر اللي حواليه، أيًا كان درجة حُبّك ليهم. وفهمت كمان إن مش معنى إنك تحب حد إنك لازم تفضل في العلاقة، وإن الحب مش لو ما فيهوش احترام وأمان وتقدير مش بيكفّي. العلاقات اللي بتستهلكك مش هتخلّيكوا قوية ومش هتخلّيكِ strong، بالعكس هتخلّيكِ أضعف. بعد أمّا كبرت فهمت إن اللي بيضحك دايمًا مش دايمًا مبسوط. يا لهوي على الناس الكتيرة اللي حوالينا دي، دايمًا تلاقيهم بيضحكوا ومبسوطين وإحنا فاكرين إن حياتهم ما فيهاش مشاكل، لكن للأسف الناس دي حياتها مليانة مشاكل، وإنك ممكن تكوني بتحضني الناس لكن جواكِ فاضية. كبرت وفهمت إنك ممكن تبقي surrounded بناس لكن حاسة بوحدة خرافية، والوحدة مش بعدد الناس اللي حواليكِ، لكن الوحدة إنِّك مش لاقية حد يسمعِك وقت أمّا تكوني محتاجة حد يسمع. كبرت وفهمت إن مش كل نهاية بتوجع، أوقات بتكون النهاية بداية لنفسك ولحياتك ولحريتك، نهاية للشغل اللي كان بيخنقِك، نهاية لعلاقة كانت بتأذيكِ، نهاية وهم إنِّك مش كفاية. كبرت وفهمت إن في حاجات كتير كنت بادعي ربنا يثبّتها في حياتي، والنهارده باشكره إن هو وفي ناس كتير على فكرة، وأعرف بيوت كتير جدًا مكمّلة، لكن هُم مش مرتاحين إن هُم عايشين مع بعض زوج وزوجة، أيًا كان من الطرفين مش بيحترم، مش بيتعدّى على حدود التاني، بيكسر التاني، بيستخف بكلام التاني، والناس دي مكمّلة. خايفة لحاجات كتير، وطبعًا في أمهات وأبّاءات يعني أصيلين جدًا قاعدين علشان الأطفال والأولاد والسنين والعِشرة، بس فعلًا أوقات في علاقات مش يعني مش من الأصح إن هي تكمّل،
بالعكس هي بتأذي الناس اللي حواليها وبيأذوا نفسهم هم. فالعلاقات دي صعبة وبتكون بداية لحياة جديدة. بعد ما كبرت فهمت إن مش لازم أشرح نفسي للكل وأبرر اللي أنا بقوله وأبرر نيتي، مش لازم أبرر قراراتي ولا أرد على كل نقد. اللي عايز يفهمك هيفهمك من غير ما تتكلمي كتير، واللي مش عايز مش هيصدق حتى لو قلتيله 1000 مرة كان تقصدي بإيه. فسيبي بقى اللي يفهم يفهم، واللي مش عايز يفهم عنه ما فهم، واللي فهم غلط عنه ما فهم. كبري دماغك أو كبر دماغك، يعني الموضوع أبسط من كده بكتير. فهمت كمان إن الشخص اللي شايفك بنقص هيشوفك ناقصة مهما عملتِ. وكلمة ناقصة مش في اللي في بالكم، يعني إن هي كلفظ مسيء، لأ، ناقصة اللي هو أنتِ في حاجات في شخصيتِك مش موجودة، ومهما عملتِ عشان تثبتي إن عندِك أو تعوّضي النقص ده. وباشوف الموضوع ده كتير أوي في البنات يعني. آمم، عمرها ما هترضي الشخص اللي قدامها خالص مهما عملتِ. لكن اللي شايفِك بقلبه هيشوفِك مميزة حتى وسط التعب والعيوب، وحُط بقى تحت التعب والعيوب دي مليون خط أحمر. بعد ما كبرت فهمت إن التقبُّل مش حاجة بتيجي من برّه، التقبُّل الحقيقي بيبدأ من جوّه. لمّا تقبّلت نَفْسي بكل الحاجات اللي كنت فاكرة إنها غلط أو مش حلوة، بدأت أرتاح، بدأت أحبّني من غير ما أستنى رأي حد، من غير ما أعيش في مقارنة مستمرة مع الناس. يعني أنا كنت شخصيًا أصلًا يعني زمان وأنا صغيرة كنت رفيّعة جدًا، وكنت دايمًا رفيّعة في جسمي. وزني كان في الأربعينات كده لحد ما دخلت أولى جامعة. وكان كل أي شخص يعني من يعني أمهات صحابي، صحابات ماما، أي حد يشوفني بقى الجيران كده، أنتِ ليه كده؟ طب مش عارفة خدي أدوية إيه خدي، الكلمة الشهيرة حاجة تفتح النِفس. بجد يعني كان الموضوع مؤذي جدًا، كنت دايمًا شايفة نَفْسي شكلي مش حلو، شكلي زي ما بيقولوا كده معضّمة يعني، ما فيش. كنت باكره نَفْسي وباكره لبسي وباكره النزول. بس لمّا بدأت أحس إن أنا لأ، حابة نَفْسي، حابة شكلي، حابة لبسي، الموضوع اتغيّر تمامًا يعني تمامًا. فالموضوع بيبدأ التغيير من الجوّه، إن أنا أتقبّل نَفْسي من جوّه. الموضوع مش صعب، بس الموضوع محتاج تغيير جذري في طريقة التفكير بتاع الناس، وبتاعتك أنت قبل كل الناس. أنا مش شايفاها حاجة لطيفة أصلًا إن حد يفضل يعيّب على شكل حد أو لبس حد أو طريقة مشية حد أو طريقة ضحكة حد. ما يا جماعة ما تسيبوا كل الناس يعني مع نَفْسها، سيبوا كل واحد براحته. فهمت إن المقارنة دي سِم. كنت دايمًا بابُص على اللي عند الناس وأنسى اللي عندي. بس لمّا كبرت شُفت إن كل واحد ليه توقيته وليه وليه ألمه وليه نصيبه. يعني كنت دايمًا بابُص على إن فُلانة دي حواليها صحاب كتير أوي وقائدة ومش تابعة وأنا تابعة، وكنت باتضايق أوي، باتضايق أوي لمّا حد من صحابي زمايلي معايا كانوا بيقعدوا يتكلموا مع بعض كده
بعيد عني، أو أكتشف إن هُم خرجوا من غير ما يقولوا لي، مع إن إحنا group يعني. فكنت باتضايق أوي، كنت باتضايق جدًا لمّا حد بيكون جايب درجات أعلى منّي، كنت في سباق مع نفسي. لكن اللي ظاهر لك إنّهم ناجحين جدًا، ممكن يكونوا بيمرّوا بأوجاع صعبة أنتِ ما تعرفيهاش. كبرت وفهمت إن السعادة الحقيقية مش في الكمال، السعادة الحقيقية في القناعة، في إنِّك شايفة اللي عندِك يعني مكفّية نَفْسِك باللي عندِك، وهي كفاية عليكِ. أضحكوا على حاجة، أنا من أكتر الحاجات اللي كنت بابقى خايفة منها أوي لمّا أتزوّج، إن جوزي ما يقدرش يستحمل تعبي الدائم. أنا واحدة مريضة بقى يعني، عندي دايمًا قولون، عندي دايمًا صداع، دايمًا على طول المسكنات دي بصراحة ما باقدرش يعني أوقّفها. فكان دايمًا عندي تعب مستمر، كان أقول بابا وماما هُم يشيلوني، ما كنتش حابة فكرة الجواز بسبب كام نقطة، والنقطة منهم موضوع التعب، لإن كل اللي أنا عارفاه إن الشخص اللي قدامي مش هيستحملني قد بابا وماما. وعلى فكرة الموضوع ده فضلت فيه، يعني حتى بعد ما تزوجت، يعني جوزي أنا ما باحبش أقول له إن أنا تعبانة، يعني كنت باستسهل وآخد مسكنات لحد ما بييجي عليَّ نقطة انهيار كده فجأة. و ودي الوقت اللي أنا بابقى خايفة أوي إن حد ما يستحملنيش في وقت الانهيار. وطبعًا عشان أنا ما اديتلهوش فرصة إن هو يمُر بالتجربة دي وأقدر أقيّمه إن هو فعلًا يقدر يعني يستحمل أو هيتصرّف إزاي أو كده. فكنت دايمًا قُرب ما أحس إن أنا خلاص بدأت أنهار، ودّيني عند ماما. طب قولي لي لأ، ودّيني عند ماما، ماما هي عارفة تعمل إيه، أنا بارتاح بأي حِجة بقى. لإن فعلًا ماما يعني بارتاح مع ماما لإن هي عارفة هتعمل إيه، لإن أنا كنت باتعب التعب ده، وهي عارفة يعني هتتعامل معايا في إيه، خبرة بقى في تعبي. لحد ما جه في فترة حرفيًا احتجت إن أنا انهارت، وكان وقت متأخر، ما كانش هاقدر أروح لماما ولا أي حاجة. وبجد يعني أنا اكتشفت إن أنا فكرتي دي غلط. أنا بشر، باتعب وباعيط وباتكسر وباتوهم، بس باقوم. اكتشفت إن مشكلتنا إننا بنتكسف من التعب وبنخبّيه كإنه فضيحة، لكن التعب مش وصمة، ده بيثبت إنِّك لسه إنسانة ولسه عايشة ولسه بتجرّبي، ومحتاجة لنفسِك وقت عشان تجرّبي الناس اللي حواليك وتشوفي يعني موقفهم في وقت ضعفِك، مش في وقت قوتِك، مش في وقت فرحِك. بالعكس الشخص اللي بيبقى موجود وقت ضعفِك هو أكتر شخص شايفِك على طبيعتِك، شايف مثلًا سارة جواها عامل إزاي، شايف معدنِك عامل إزاي، هتعرفي معدنه هو كمان عامل إزاي وقت شدتِك. آخر حاجة حابة أقولها لكم فهمتها بعد سنين، إن كل حاجة بتحصل حتى اللي وجعتني من حد هي اللي صنعتني. لو ما كانتش عدِّت عليَّ ما كنتش هابقى بالشكل اللي أنا فيه ده، ما كنتش هافهم ولا أقدّر ولا أتعلّم. في نهاية الحلقة أحب أقول لك: خُد نفس عميق واسأل نفسك أنا كبرت، طب لمّا كبرت فهمت إيه؟ واكتبي الكلام ده لنفسِك مش علشان تنشريه، ولكن علشان لمّا ترجعي له بعد سنين تقولي شوفي أنا كنت فين وبقيت فين. أنا سارة خالد،
ودي كانت حلقة من بودكاست قعدة مصطبة. لو الحلقة لمستك ما تنسيش تعملي لايك ومتابعة للبودكاست وتشاركها مع حد محتاج يسمع الكلام ده. استنوني في الحلقة الجاية بكلام أعمق من القلب مش من المعمل. سلام.